في الفيديو ده هنخلي الطائر بتاعنا يتحرك لوحده من غير ما نضغط زرار واحد. هيطير ويمشي وممكن يغير اتجاهه كمان تلقائيا. جاهز تشوف الطائر بتاعنا بيتحول من مجرد طائر عادي لطائر حي بيقرر كل خطوة لوحده؟ ولو جاهز يلا نبدأ. أول حاجة هتروح على كود الطائر، تطلع فوق عند المتغيرات، تنزل شوية وتكتب المتغيرات دي. وأول متغير واللي هو ووك سبيد ده بيحدد سرعة المشي للطائر، والفلاي سبيد ده بيحدد سرعة الطيران، واللاندنج سبيد دي بتحدد سرعة الهبوط للطائر، والجرافيتي دي بتحدد تأثير الجاذبية على الطائر. والأربع متغيرات دول هم حدود اللعبة واللي الطائر مش هيعرف يعديهم. والدايركشن ده اتجاه الطائر الحالي، والإنرجي دي هي الطاقة الحالية للطائر، والستيت تايمر ده هو مؤقت لتحديد مدة الانيميشن الحالي قبل تغييره. وهنغير فانكشن بروسيس فانكشن فيزيكس بروسيس. تمسح الحتة دي، تضغط كنترول اس، وهنا هتكتب السطرين دول. السطر ده بيقلل وقت التبديل بين الحالات، وده بيستدعي دالة إدارة الطاقة حسب حالة الطائر. ودلوقتي خلينا نروح لنظام الهبوط من الطيران. هتكتب الكود ده. الكود ده بيقول لو الطائر مش على الأرض وكانت الحالة بتاعته لا تساوي الطيران، إذا الحالة هي الهبوط. وسرعة الهبوط ثابتة لو الطائر قريب جدا من الأرض أقل من 20 بكسل. نحول الحالة من الهبوط للأيدل، لكن لو هو على الأرض وكانت الحالة هي الهبوط، خليه يحول الحالة لأيدل ويوقف الحركة العمودية. الحركة العمودية هي الحركة في محور واي يعني الارتفاع، أما الأفقية هي الحركة في محور إكس يعني يمين وشمال. والصدر ده بيحدد وقت جديد للحالة اللي بعدها. ولو المؤقت خلص والطائر كان على الأرض أو الحالة بتاعته كانت الطيران، يستدعي دالة التفكير. ننزل تحت ونكتب السطر ده، وبعدها بنستدعي دالة الموف اي اي وابديت انيميشن. وفي الحتة دي لو وصل الطائر للعمر الأقصى الطائر يموت. ننزل تحت ونكتب دالة مانج انرجي. لو حالة الطائر هي النوم خليه يزود الطاقة بمقدار 15 واضربها في الدلتا. ولو كانت حالته هي الايدل خليه يزود الطاقة بمقدار 2 واضربها في الدلتا. ولو كانت حالته هي الطيران خليه ينقص الطاقة بمقدار 5 واضربها في الدلتا. وباقي الحالات خليه ينقص 4. وفي السطر ده بنمنع ان الطاقة ما تعديش 100 او تنزل عن الصفر. ودلوقتي خلينا نروح لقياس المسافة للأرض. تنزل تحت وتكتب الكود ده. وفي السطرين دول بنستخدم الريكاست لتحت لمسافة 100 بكسل، والسطرين التانيين بنستبعد الطائر نفسه من الاصطدام. لو حصل التصادم ترجع المسافة، لو مفيش تصادم ترجع القيمة كبيرة جدا. ودلوقتي خلينا نروح لدالة التفكير للطائر. تنزل تحت وتكتب الكود ده. لو الطاقة قليلة جدا أقل من 10 ينام 6 ثواني على الأرض، ولو كان نايم والطاقة 100 يصحى لمدة ثانية ويكمل طبيعي. الطائر بيختار عشوائيا بين الفلاي والايدل والووك، ولو اختار الووك الطائر بيحدد اتجاه الاكس عشوائيا، ولو اختار الطيران زاوية الصعود هي سالب 0.8. ودلوقتي خلينا نروح لدالة الموف اي اي. تنزل تحت تكتب الكود ده. لو الحالة بتاعته هي الووك الطائر يمشي على الأرض، ولو كانت الحالة بتاعته هي الفلاي يطير، ولو كانت الحالة بتاعته هي اللاندنج أو الهبوط يقلل السرعة. بعدها بنستدعي دالة التأكد من الحدود، وبعدها بنقلب الطائر، وبعدها بننفذ الحركة. ودلوقتي خلينا نروح لدالة التأكد من الحدود. تنزل تحت تكتب الكود ده. في الحتة دي بنمنع الطائر من الخروج من حدود اكس، وهنا بنمنعه من الخروج من حدود واي، وبنعمل رد فعل بسيط للطيران لو وصل للحد الأقصى. بعدها نغير دالة ابديت انيميشن للشكل ده. هنا بيبقى ايدل أثناء الهبوط القريب من الأرض، وبنغير الانيميشن على حسب حالة الطائر. تنزل تحت تكتب الكود ده. بعد الووك اب الانيميشن بيتحول لايدل، وبعدها الاي اي بيشتغل طبيعي. دلوقتي تروح عند الانيميت سبرايت سيجنالز وتخليها انيميشن فينيشد كونكت. تطلع فوق عند الستيت وتضيف بعد الفلاي لاندنج. جيب اللاندنج كنترول سي كنترول في فاصلة كده، تضغط كنترول اس. نجرب. زي ما انت شايف الطائر شغال اهو. وبكده نكون خلصنا. في الجزء الجاي هخليك تأكل وتشرب الطائر بنفسك. ولو عايز السلسلة دي تكمل ما تنساش اللايك والاشتراك وبس. سلام.